السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي إكرام أميرة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا باش ما كتمناو يا ربي آمين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرغيف المعسلين اللي كيجيو رائعين بزاف، يعني كنحتاجوهم كيكونوا زوينين في الطبلة ديال الفطور ديال العيد، ولا كذلك القوطي. يعني بكمية قليلة ديال الدقيق كنخرجوا كمية اللي هي كثيرة. كما قلت لكم الرغايف اللي هما اقتصاديين وسريعين في التحضير، وراه كيجيو بنان بزاف وخاويين من الداخل وكذلك مقرمشين. غير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجاو ممتعه. وعلى بركه الله نبداو في تحضير العجين ديالنا. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات اللي غربلته. عندي هنا شويه ديال الملحه، عندي معلقه صغيره عامره ديال الزبده، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وهنا عندي كأس العنبة ديال الماء يكون شوية دافي باش هاد العجين ديالكم دغيا يطلق لكم. المهم هنا كندير ديك الملحة وديك الخميرة ديال الحلوى، وكذلك معلقة صغيرة عامرة ديال الزبدة. وهنا كنبداو نجمعو العجين ديالنا. بعد ما غادي نخلط هذيك معلقة صغيرة ديال الزبدة في الدقيق، غادي نضيفو الماء وغادي نعجنو هاد العجين جيدا ونتلاقاو. وهنا بعد ما عجنت العجين ديالي جيدا، دابا غادي نخليه يرتاح شويه ونرجعو له. بعد ما خلينا العجين ديالنا يرتاح شويه، هنا غادي ندوزو نطلقوه وغادي نورقوه هنا بالنشا كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ناخذ الدلاك وتنبدا نطلق العجين ديالي. كما قلت لكم كيجي واحد العجين اللي هو ما رطب بزاف ما قاصح، عجين اللي هو لين نوعا ما. ودابا غادي نطلقوا هذا العجين ديالنا جيدا، ثم كنجمعوه بحال على شكل مسمن كما غتشوفوا معايا في الفيديو. وانا بعد ما ورقت العجين ديالي جيدا طلقته مزيان، دابا كنبدا نجمعوه بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، كما قلت لكم بحال كما كنجمعوا المسمن. وغادي نجمعوه ثم غادي نخليه يرتاح مزيان باش دغيا يطلق لينا ملي غادي نطلقوا هذا العجين. وانا بعد ما ارتاح لينا العجين ديالنا جيدا، دابا غادي ندوزو نطلقوه. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نطلقوه مزيان. المهم السمك ديالو ما يجيش رقيق بزاف وما غليظ. المهم غادي تشوفوا معايا السمك اللي غادي نتحصل عليه. وهنا بعد ما طلقت العجين ديالي كما كتشوفوا معايا، المهم خص كما قلت لكم ما يجيش السمك ديالها رقيق بزاف وكذلك ما يجيش غليظ، المهم بين وبين. ودابا كناخذ الجراره، ثم كنبدا نقطعوا لي هذيك الاطراف باش نتحصلوا على مربع اللي يكون متساوي في المقاسات كما غتشوفوا معايا. وهنا داك الزائد اللي كنحيدو لهاد العجين ديالنا كنجمعوه بهذه الطريقه، ثم كنخليه يرتاح شويه وكذلك كنطلقوه بنفس الطريقه. ودابا بعد ما قدينا الشكل ديال هاد العجين ديالنا، دابا كنقطعوه بهذه الطريقه. المهم غادي نقطعو مربعات اللي يكونوا متساويين بهذا الشكل.
وهنا بعد ما قطعناهم دابا غادي ندوزو نطيبوهم. كما قلت لكم راهما سريعين في التحضير. وهنا راه درت الزيت ديالي تسخن مزيان، ثم غادي نبداو نطيبو هاد الرغايف ديالنا. بعد ما درت الزيت ديالي تسخن مزيان، دابا غادي ندوزو نطيبو هاد الرغايف كما قلت لكم. واي وحده كنحطها كناخذ واحد المعلقه ثم كندير لها الزيت من فوق الوجه ديال هاد الرغايف بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كيجي واحد الرغايف اللي هما كيجيو منفوخين وكذلك خاوي من الداخل. وانا بعد ما تحمروا لي هاد الرغايف مزيان، اي جهه غتحمر مزيان كنقلبها على الجهه الثانيه حتى هي تحمر وطيب مزيان. ثم غادي نحيدوهم وغادي نحطوهم في واحد الكسكاسي يسقطروا الزيت اللي غتبقى فيهم. ثم كندير لهم شويه ديال العسل وكنزينوهم بشويه ديال الزيفيلي وصافي وكنقدموه. وبنفس الطريقه حتى نطيبوا كاع ديك الكميه اللي عندنا ونتلاقاو في طبق بعد ما كملت الطياب ديال الرغيف ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. وانا غادي نشارك معكم بعد ما غادي نزينوهم. وهنا كيجيو كما قلت لكم منفوخين وخاويين من الداخل وكذلك مقرمشين. شوفوا معايا راه كيجيو خاويين. جربوهم اكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم. وانا بعد ما زينتهم شويه ديال العسل وكذلك درت لهم شويه ديال اللوز افيلي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كما قلت لكم كيجي واحد الرغايف معسلين اللي هما رائعين بزاف وكذلك سهلين في التحضير. وكما شفتوا معايا يعني مقادير اللي هما بساط كنوجدوا كميه كثيره ديال الرغايف. غير جربوهم اكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم. وكذلك شاركوهم مع العائله والاصدقاء ديالكم اكيد غادي يعجبوهم وغادي ينفعوهم في الطبله ديال العيد. وكذلك في الكوتي في هاد الايام راه كيجيو رائعين بزاف. وكنقول لكم سمحوا لي على الصوت راه غير ضربني البرد. واي حاجه يعني ما شرحتهاش لكم مزيان ممكن انكم تكتبوا لي في التعليقات واكيد ان شاء الله غادي نجاوبكم. وكذلك ما تنسونيش من لايك الفيديو اذا عجبتكم الوصفه والاشتراك في القناه اذا مازال ما مشتركينش مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات ديالي. وكذلك ما تنسونيش من واحد التعليق زوين راه اقتراحاتكم كتهمني وبها كنزيد لقدام. وبلا ما نطول عليكم ومره اخرى كنقول لكم عواشركم مبروكه. دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه.